حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. النهارده بقى جايه لكم بالاكله اللي انا بحبها جدا وبستسهلها قوي لو حد جاي لي على غفله، او كمان لو انا راجعه من الشغل مستعجله او تعبانه، وانا اليوم ده كنت تعبانه جدا ومش عايزه اقف في المطبخ فتره طويله. الرز ده طريقته حلوه قوي، هو اغمق من كده شويه بس عشان التصوير لونه في منتهى الجمال. شايفين الفراخ دايبه ازاي؟ طريقه التحضير كمان ما بتاخدش وقت كتير. الفراخ هتطلع معاكي ولا غلطه، طعمها حلو جدا. من اول مره هتطلع معاكي طعمها منتهى الجمال وشكلها ودايبه كده، ويعني قريبه للفراخ المندي في التسويه بتاعتها. اول حاجه انا جبت الفرخه وغسلتها حلو قوي وسبتها تتصفى. احنا ممكن نشويها على البتاعه دي، على فكره انا كنت جايباها مش فاكره جايباها منين، بس كانت حلوه قوي. هنا التتبيله نص معلقه من الملح، الفلفل الاسود والثوم البودر والبصل البودر، نص معلقه من البابريكا. تقدري تحطي عليها بهارات فراخ، انا ما كانتش عندي هنزل عليها باكت من ال11 بهار، وهنا الباكت ده خطير طعمه حلو جدا. ما كانش عندي زبادي ونزلت مع ربع كوبايه من اللبن، عليهم معلقتين من الخل، نزلت بمعلقه كبيره من المستردة ومعلقه كبيره من الكاتشب، وقلبت الخلطه الجميله دي. عايزه اقول لكم الخلطه دي جباره، طعمها حلو جدا جدا، وهتخلي لك الفراخ طعمها يجنن وفي منتهى الجمال وسهله قوي يعني. هننزل بقى عليهم كده بمعلقتين 3 كبار من الزبده. انا الزبده بسيبها بحراره المطبخ، بس انا كنت لسه قايمه وبصراحه كانت مجمده فسيحتها شويه في الميكرويف. وهمسك بقى الفرخه بالتتبيله دي، هدلكها كويس جدا من بره ومن جوه. وكمان هحط بقى من التتبيله دي تحت الجلد عند صدر الفرخه كده، غرقيها. لو الزبده لينه شويه بايدك كده غرقيها بالزبده من تحت الجلد كده ناحيه صدر الفرخه وبين الوراك بتاعتها. بصراحه يعني تتبيله حلوه قوي. انا هدخل بقى كل بواقي التتبيله بتاعتي كده عشان هي سايحه، وبعدين لميت الدنيا حواليا وجبت الكيس الحراري. يعني انا ما سبتهاش في التتبيله فتره طويله وطلعت دايبه وطعمها تحفه. كل ما هتسيبيها في التتبيله كل ما هتبقى احلى. انا دخلت المطبخ وعايزه اعملها بسرعه، حطيت رشه زيت كده في قلب الكيس الحراري، وبعدين نزلت بالفرخه بتاعتنا. هنكتفها كويس بالشكل ده كده، وهنكتف الفرخه بقى كويس. وكل بقيه التتبيله اللي معايا انا هدخلها في قلب الفرخه وفي قلب الكيس الحراري، لان الصوص دوت هينزل كده في الصينيه، وممكن تستخدميه وتعملي بيه اي حاجه، وممكن تعملي بيه اي صوص جنب الفراخ، هيعجبك جدا. بقيه التتبيله كلها هنحطها في قلب الفرخه. انا في الوقت دوت قمت مشغله الفرن، شغلت الفرن على درجه حراره 200، وبعدين هحط الفرخه في قلب الصينيه. هقص بس حته الكيس الزياده، هقفله كويس جدا، وهقص الحته الزياده دي. الفرخه كانت صغيره والكيس ده معايا كبير، ممكن احط فيه فرختين. اي حد بقى جايلك بصي مفيش اي حاجه ولا اي وقت هتاخديه ولا اي مجهود. هندخلها بقى الفرن، هتاخد معايا بالظبط يعني انا خدت نص ساعه ولقيتها اخدت لون، قلبتها الناحيه التانيه. هتاخد معاكي من 45 دقيقه لساعه على حسب حجم الفرخه. هنا حطيت زيت على النار ونزلت بكميه الرز اللي انا عايزه اعملها. الرز دوت انا بحمره كله، رز الخلطه دوت يعني بصراحه كل اللي بيجربه بيعجبه قوي. هنحمره كله في الاول، هيفضل ماسك في بعضه كده زي الرز اللي بنعمله واحده واحده، وايدك فيه لحد ما يفك من بعضه عشان هو هياخد لون بسرعه. اول ما هيفك هو هياخد اللون الذهبي ده، هو اغمق طبعا من كده شويه بس عشان التصوير والاضاءه. اول ما هياخد معاكي اللون البني الجميل ده، هتبتدي بقى تحطي التوابل الجافه بتاعتك. هنزل بورق لورا عليها وفصين من الحبهان وكمان عود قرفه، بس كده. وتقدري تستغني عن عود القرفه لو ما بتحبهوش. هنحط ميه مغليه وبعدين هنزل عليهم كده بالتوابل اللي قلت لك عليها. بحط مكعب مرقه وشويه ملح بس. عايزه اقول لكم الرز ده بيطلع خطير. طبعا كنت الاول ما اعمل جنبه شويه كبد وقوانص ونحطها فوق الوش، بس النهارده مش هنعمل ده، وهنقدم الرز مع الفراخ وطعمه هيبقى حلو جدا. شايفين لون الفراخ بقى لما طلعت؟ انا وطيت على الرز، وفي الوقت اللي اتعمل فيه الرز كانت الفراخ استوت. رز مفلفل جدا، مفيش حبايه لازقه في التانيه، طعمه حلو قوي، جربوه. شويه حمص، لقيت عندي شويه زبيب، لو عندك بقى اي نوع مكسرات بتحبيه حطيه، وشويه خضره كده وقدميه وبالف هنا وشفا. الرز دوت هيعجبكم جدا جدا جدا. هستنى رايكم في التعليقات لكل الناس اللي هيجربوه. شايفين بقى الفراخ هطلعها لكم لونها حلو ودايبه قوي، الفراخ عامله زي الفراخ المندي كده. عملت جنبها شويه سلطه طحينه كده، وهنعمل سلطه خضراء، وكان عندنا بتنجان مخلل. شايفين الفراخ عامله ازاي؟ انا مش عارفه امسكها، احنا كل ما نمسك حته فرخه تتقطع في ايدينا. الفراخ دي ما اخدتش ساعه في الفرن وطلعت طريه جدا جدا من جوه وبالجمال ده. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي والوصفه عجبتك، ما تنسيش لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه وتفعلي جرس التنبيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.